الفيل شم شوية وبر بالغلط دخله في مناخيره، فبدأ يعطس بعنف جدا، والعطسة كانت جامدة لدرجة إنها طيرته بعيد. بس اللي حصل طلع في الآخر خير، لأن كل المكسرات وقعت على الأرض والفيل بقى يقدر ياكل براحة. في اللحظة دي الفيل شاف فاكهة على شجرة بعيدة، بس الشجرة كانت طويلة قوي ومش عارف يوصلها. الفيل الذكي جات له فكرة، استخدم قشر المكسرات كأنها طلقات وبدأ يضربها من خرطومه زي المدفع. بس الخدعة دي كانت ضعيفة جدا، الخرطوم دخن، ومع كده الفاكهة ما اتحركتش من مكانها. وفي الوقت اللي الفيل مش عارف يعمل إيه، زهرة هندباء طايرة عدت قدامه. على طول جات له فكرة جديدة، وقف على راسه تحت الشجرة وحط زهرة الهندباء في مناخيره، واستغل عطسته كدفعة صاروخية علشان يطير لفوق. بس للأسف برضه ما وصلش. الفيل اتنرفز وقال خلاص، حاول يوقع الشجرة بالقوة، بس مهما حاول ما نفعش. في الآخر قرر يشد الشجرة من فوق التل بخرطومه، بس حصلت مصيبة. الفيل وقع وقعد فوق الشجرة بنفسه، وبما إنه تقيل جدا الشجرة اتهرست كلها وكل الفاكهة وقعت على الأرض قدامه. ولما جه الفيل ياكل أخيرا، شم شوية وبر تاني بالغلط داخل مناخيره. ها؟